السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال نتوما كتشاهدوه. كي دايرين وليداتكم؟ كلشي بخير؟ اخباركم مع هذا البرد؟ ياك اللي كلشي بخير هانين؟ ناشطين مبرعين الحمد لله. اليوم البنات ان شاء الله جيت معكم بغينا ندير ان شاء الله معكم السفنج ونديرو الكسكروت، وقلت علاش لا ما نشاركو معكم الطريقه ديالي كيفاش كندير ليه. وكنتمنى البنات تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ومرحبا بالبنات الجدادات والقدامات اللي تابوناو عندي. كنقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف، واللي دخلت القناه ديالتي كنقول لها الله يجازيها بخير ويسهل عليها الدخول وتكمل الفيديو ديالي ودير لي اشتراك ودير لايك، ما فيها حتى شي حاجه، فضلا وليس امرا يا ربي. كنتمنى لكل واحد التوفيق والنجاح في حياته يا ربي. والهلا يضيع كل وحده كتقلب على باش تعاون راسها وتعاون وليداتها. الهلا يضيعها يا ربي، والله ييسر الامور لكل وحده يا ربي. وفق الجميع يا ربي، اللهم وفقنا ووفقكم يا ربي. هنا البنات درت معلقه ديال الخميره كبيره والماء دافي، ومعلقه صغيره ديال الملح، وشويه ديال الخل. دابا هذيك القرعه ديال الخل يلاه بقى ليا في هذيك المعلقه الصغيره هي اللي درت دابا. ايوا تنغربها الدقيق كما كتشاهدوا البنات. كنغربلو غادي تتابعوا معايا كيفاش. بالنسبه للشفنجه كل وحده كتعرف ديروا. العيالات المغربيات تبارك الله راه حادقات، راه غير شاركت معكم وصافي. وبحال المبتدئات اللي ما يعرفوا مازال سميتو الا دخلوا ليه غادي يستافدوا منه. كما كتلاحظوا البنات هذه ديال الملح، معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده حبيبات. دابا غادي نعجنها ان شاء الله، وكتتبعوا معايا حتى تشوفوا الطريقه ديالها كيفاش غادي ندير ليها. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم الفيديو البنات دعموني بواحد اللايك، واللي ما مشتركه عندي تشترك، الله يجازيكم بخير. واللي ما عجبها تخرج عادي ماشي مشكل، بحال اللي اشترك بحال اللي ما اشترك. وكنتمنى التوفيق للجميع. دابا هاد العجينه ديالو غادي نعجنها ندلكها مزيان، نضربها مزيان بيدي حتى تعود كي الخيط. وراه كيبان العجينه تكون مرخيه ماشي قاصحه كما كتلاحظوا البنات. واخا هاد الدقيق اللي دابا اللي عجنت ديال التقان يعني ماشي هو هذاك البنات، ماشي بحال الدقيق باش مرفه كنعجن كيجيني زوين. هذا دابا جاني مختلف، ما جانيش داك الدقيق زوين اللي مرفه كنعجن به. كيجي به الشفنج زوين، واي حاجه درتها به كتجي بها زوينه. هذا جاني مختلف، ولكن واخا هكاك جا الشفنج ما بيش مزيان. هكا البنات كنبقاو نخبطوا فيها بحال هكايا بيديا حتى تصايب داك الدقيق كامله يعود بحال الخيط او داستيك. عاد نغطيها ونخليها تتخمر.
كما كتلاحظوا البنات. دابا هي غطيتها، درت عليها واحد البلاستيكه وغادي ندير عليها واحد المنديل ونخليها ان شاء الله حتى تخمر ونرجع معكم. كما كتشوفوا البنات كندير السفنجه في المقله الاولى ما فيهاش زيت بزاف، فيها تقريبا دوك 2 المعالق ديال الزيت حتى 3، والمقله الاخرى فيها الزيت شويه محاول، وكنخوي الزيت على السفنجه الفوق باش تنفخ. وكما كتلاحظوا كما كتشوفوا كتنفخ السفنجه، تبارك الله كيفاش كيتنفخ كيجي زوين، كيجي تبارك الله كيشهد. ما عندي ما نقول، كيجي مصيب من الداخل، يا مخرج من الداخل تبارك الله، يجي على مزينته. ايوا دابا جربوه، راه ان شاء الله غادي ان شاء الله تندموا عليه، غادي ترسى لكم ان شاء الله. هذه هي الطريقه ديالنا باش كنديروا البنات. كيتنفخ تبارك الله، كيجي على مزينته، والبنه ما نقول لكمش عليها. هذا هو الشفنج ديالها البنات. ها هو دابا الشفنج ديالها البنات، ها هو كيفاش طلع، راه جا تبارك الله زوين، شفنج من الداخل زوين مع العسل وكاس ديال القهوه والحليب ان شاء الله. وما شهيتكم البنات، ها هو شوفوا البنات كيفاش جا من الداخل، كيجي مفشفاش البنات، كيجي على مزينته من الداخل وما كيشرب الزيت. باش تكونوا على علم، الزيت راه ما تيشربوا، راه دايره ليه دابا مقله صغيره، مقله فيها الزيت محاول، مقله فيها شويه ديال الزيت، راه ما تيشرب الزيت. كما كتلاحظوا البنات راه تيطلع على مزينته. وهذا هو كاس ديال القهوه. وكنتمنى نكون فدتكم شي حاجه البنات ولو بالقليل.